لتر ونص على الاقل في النهار في ايام في الوقيته ديال الصيام بطبيعه الحال، ومعلقه ديال خل التفاح في كل اطرو 5 لتر مثلا. علاش خل التفاح؟ علاش خل التفاح؟ لانه كيساعد في ضبط السكر ديال الدم، ما يخليه يهبط، لانه هو غادي يهبط ديك الساعات اوتوماتيكا كيهبط. ما تاكلش وكدير رياضه ومثلا تشرب الماء غادي يهبط لك شويه السكر، ولكن ما تيخليهش يهبط حتى دير ليبوغليسيمي، دير ديك هبوط ديال سكر الدم، وكدير استغفار الله يحفظ. الحلقه ديال خل التفاح كتعاون كيضبط السكر في لي نيفو ديالو، زائد انه حامض وكيعاون في العمليه الهضميه. يعني حيت كتوصل لوقيته الماكله وتمشي تاكل داكشي اللي كليتيه كيف فرتتو تكون ديجا وجد لك معدتك على الهضم، وكدوز العمليه الهضميه بخير وعلى خير. زائد انه مفيد للميكروبيوم ديالنا، الميكروبيوم اللي هو الميكروبات البكتيريا الحميده اللي كاينه في الامعاء، كيفيدها بزاف خل التفاح، وكيساعد على امتصاص المعادن سيتادير الكالسيوم والمغنيسيوم ولا فيتامين دي. سورتو كيعاون خل التفاح على الامتصاص ديال الحوايج كاملين. وهو معلقه ديال الليمون يعني ديال الحامض، ديك المعلقه ديال الحامض فيه سيترات، تعرفوا لي سيترات موجودين في الحامض بزاف. واش كيصلحوا ديك السيترات؟ كتمنع التشكل ديال لي زوكسالات. شكون هما لي زوكسالات؟ قلت لكم اللي كيتجمعوا كيديروا الحجر. فديك المعلقه ديال الحامض اللي كندير في كاس د الماء، لي زوكسالات كيكونوا دي ميكرو كريستو، كيبانوا غير في الميكروسكوب، ولكن حيت كيتلاقاو كيكونوا يبداو يتلاقاو كيكبروا بحال ديك البول دو نيج، هي صغيره وهي كتكبر حتى يدير لك حجره كبيره. السيترات اللي كاين في الحامض كيمنع هاد القضيه هادي ديال تشكل هاد لي زوكسالات، ومن بعد بطبيعه الحال كيشكل كيمنع التكوين ديال اولا فيتامين سي. الفائده ديالها الكبيره انها حتى هي كتمنع تثبيت دوك لي زوكسالات. المشروب الجوج اللي ضروري ماشي ضروري ممكن يتزاد في هذا الصيام المتقطع هي القهوه في النهار ماشي 4. علاش القهوه؟ علاش؟ لان الكافيين بالضبط. هنايا انا تنانسيستي على قهوه في النهار مع الصيام المتقطع. كثرنا من القهوه غادي نرفعوا المستوى ديال الكورتيزول، دونك غادي يجينا مشكل ديال قله النعاس في الليل، ويجينا هذيك العمليه ديال انقاص الوزن ما كتسمش، لان الكورتيزول كيغلظ. الماده الثالثه اللي ممكن انا بالنسبه لي تاخذوها هو الشاي. اتاي يكون خفيف، كاس ديال اتاي او 2 كيسان ديال اتاي مهم جدا. علاش؟ لانه فيه مغذيات نباتيه تسرع عمليه الايض. شكون هو الميتابوليزم؟ تيعاون الايض، يعني انه تيعاون في التطور ديال مثلا تحليل البروتين الكبير، البروتين الصغير نستافدوا منه. مضاد الاكسده كيعاون في الاكسده، يعني المضاد هو الاكسده، وشي كيفيه انه العمليه ما كتسرع بما انه يسرع عمليه الايض. زائد انه بحال القهوه في ديك كيضبط السكر ديال الدم بحال بلوتو خل التفاح.